السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا مشاهدين قناة درين مصر. احنا النهاردة من أمام مسجد عبد الرسول على البوسطة في درين نبرود أهلين، ومعانا عمي رشدي الأنصاري هيقول لكم يا جماعة على التبرعات اللي يعني الحاجات اللي مستلزمات الجامع، يعني الحاجة الناقصة في الجامع. اتفضل يا عم رشدي. لسه الصاج عايزين نحطه على الصاج، محتاجين فلوس للصاج اللي هناك ده، الصاج اللي بين الاسفلت والمسجد. الصاج يا جماعة اللي هو ناحية الأسفلت الطريق العمومي، عايزين نحط صاج لأن الجو لو مطر بعد فصل الصيف، يعني الجو لو مطر هيغرق الناس وهينزل عليهم مية المصلين، وده طبعا بيت ربنا. وعايزينكم كلكم يعني إن شاء الله تساهموا وتتبرعوا للمسجد، واللي عايز يتبرع كله للمدنة برضه، وكله في ميزان حسناتكم. وعم رشدي هيقول كلمة أخيرة عشان نفصل معاه. والمدنة برضه عايزين نرجعها لوضعها عشان المسجد الأوقات استلموا، لأن هم مش راضيين يستلموها إلا بالمدنة ما تكمل. يعني معنى كلام عم رشدي ان المسجد تبع الاهالي لغايه دلوقتي، وهم مش عايزين يضموا الاوقاف الا بعد ما واخدين علينا أوراق المدنه تتشطب. وطبعا بنشكر عم رشدي، ويا ريت يعني كل اللي يشوف الفيديو دوت يا جماعه يعمل لنا، بلاش اقول لايك، يشير الفيديو عشان يبقى في ميزان حسناته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكان معكم هاني البراز من قناه دين مصر، وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم.